السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ أتمنى إن شاء الله يا ربي أموركم كلها تكون بألف خير. فيديو اليوم إن شاء الله غادي يكون بداية لسلسلة حلويات العيد إن شاء الله. كما كتشوفوا معايا اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال الرغايف مقرمشين ومعسلين ومعمرين باللوز. نتمنى أن وصفة اليوم تنال إعجابكم، وما تنسوش كيف ديما دعموني بلايك وبالاشتراك في القناة إلا كنتم مشتركينش، وتفعيل خاصية الجرس، وندوزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير إن شاء الله غادي نحتاجو 500 غرام ديال الطحين، واحد ساشي ديال الخميرة الحلوة ما يعادل 8 غرام، واحد ساشي ديال الفاني، غادي نحتاجو قبصة ملح، غادي نحتاجو كذلك 2 حتى 3 المعالق ديال ماء الزهر، غادي نضيف كذلك ملعقة كبيرة ديال الخل، ملعقة صغيرة ديال السكر، وملعقة كبيرة ديال الزبدة أو ما يعادل 50 غرام، ماء دافئ للعجن. بالنسبة للقوام ديال العجينة فحنا غنحتاجوها بحال ديال المسمن. غادي نعجن الكل بالماء الدافئ وندلكها مزيان كيف ما غادي تشوفوا معايا. ما تكونش العجينه ديالنا رطبه وما تكونش قاصحه بزاف. كيف ما غادي تشوفوا معايا القوام ديالها خصو يكون كيف قلت بحال ديال المسمن، ونعطيها الخدمه مزيان، نخدمها ندلكها مزيان باش تعطيني بالطوع. صافي غادي ندلكها مزيان وغادي نخليها ترتاح على ما ندوز نصاوب العقده ديال اللوز اللي غادي نحتاج. نغطيها بطبيعه الحال باش ما تنشفش ليا وتكون ليا واحد القشره. وندوزو نشوفوا الحشوه ديال اللوز اولا العقده ديال اللوز شنو غادي نحتاجو فيها. بالنسبه للعقده ديال اللوز اللي غادي نحتاجو، فانا هنايا عندي كميه ديال اللوز يعني مقشر ومطحون، وهذا عندي مقشر ومحمر مع معلقه ديال الزيت في الفران وعاد طحنته. ضفت معاه نصف ملعقه صغيره ديال القرفه، وغادي نضيف الزبده تقريبا معلقه ونص. بالنسبه للزبده فهي على حسب شحال عندكم نتوما ديال الكميه، وكذلك على حسب النوعيه ديال اللوز اللي عندكم، لانه كاين واحد اللوز اللي كيكون ناشف ما كيطلقناش داك الزيت، فكنحتاجوا اننا نزيتوه باش تكون عندنا العقده كتجمع لينا يمكن لينا نكوروها.
درت تقريبا 2 حتى 3 معالق ديال ماء الزهر. فبالنسبه لهاد الكميه هذه اللي عندي، فهي عندي الكميه ديال 200 غرام 200 غرام، يعني المجموع ديال اللوز اللي استعملت 400 غرام. بالحق شاط ليا منه بصراحه. صافي هانتوما كيف ما كتشوفوا خصو يكون يبدا يتكور معانا. الا شفتوا راسكم محتاجين للزبده ممكن تزيدوها، المهم انه يكون هكايا كيتكور. بعد ما وجدنا الحشوه فانا غادي ندوز ناخذ العجينه ديالي، غنديرها على شكل كور صغيره بزاف، اصغر من الحبه ديال المشمش. باش تجينا الرغيفه ديالنا صغيره ما تجيناش كبيره، لاننا كنورقوها بزاف. هنايا غادي ندوز باش غادي نورقها كيف ما غادي تشوفوا معايا. بالنسبه للتوراق فغنرققها لاقصى حد حتى واخا تقبع معايا ماشي مشكل، المهم انني نورقها مزيان باش ما تجينيش مدقصه، وباش العسل يوصل لها لكل جهه فيها من تكون كتعسل يقدر يوصل لها حتى لداخل ديالها. من بعد ما غادي نورقها مزيان غادي ناخذ واحد الكميه ديال اللوز غنحطها في وسط منها وغادي نطويها كيف ما غادي تشوفوا معايا. كنظن انه الطريقه ديال الطي فهي واضحه وباينه، بحال اللي كنديروا شي مسمنه، غير هو كنقلبوها باش داك الحشوه ديالنا كتجينا في الوسط ديال الرغيفه ديالنا. فصدقوني كيجيو مقرمشين ومعسلين، كيجيو روعه بصراحه الله. نتمنى انكم تجربوهم ويعجبوكم. غادي نبقى مستمره هكا كيف ما كتشوفوا معايا، كنرققها مزيان خصوصا الجناب، كنعطيهم الدق، كندق عليهم مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. ماشي مشكل واخا تقطع لكم، المهم انها تكون رقيقه، يعني سطح العمل يكون كيبان لكم باش ما تجيناش مدقصه. نحط كميه في الوسط ديال العقده ديال اللوز، نطوي من هاد الجهه ومن هاد الجهه، نهزها ونقلبها هكا باش كنضمنوا انها كتجينا في الوسط، وكنزيدوا ندقوا الجناب باش نتاكدوا انهم يجيونا داخل لهم العسل وما تجيناش معجنه من الداخل في الوقت باش نقليوهم. صافي غنبقى مستمره هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي، حتى نساليها عاد غادي نبدا نقلي فيهم، لانهم القلي ديالهم خصك تكون مقابله باش ما يعوجوش لينا وما يتخسرناش الشكل ديالهم. بالنسبه للزيت ما كنستعملوش بزاف كيف ما كتشوفوا معايا، القليل فقط، ما كنديرولهاش بحال مسمن، يعني كنبقاو ندهنوها بزاف بالزيت. الا قدينا نستغناو عليه فيكون احسن.
من بعد ما ساليتهم غندوز نبدا نقلي. كنبسطها كيف ما كتشوفوا، كندق عليها مزيان. هنا بالنسبه للقلي تكون الزيت عايمه عليهم وتكون سخونه مزيان، والعافيه تكون متوسطه باش نضمنوا انه يطيبوا لنا مزيان من الداخل. كنحطوها اول حاجه، ما كنخليوهاش حتى كطيب لنا من داك الجهه عاد نقلبوها، لا كنبقاو كل شويه نقلبوها كل شويه نقلبوها باش ما كيتخسرناش الشكل ديالها كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للعسل فانا سخنته واحد شويه، غنحيد الرغيفه ديالي من الزيت ونحطها في العسل تعسل. كنظن الطريقه باينه، ما كاينلاش غنوريكم كيف كدير تعسل. نخليها تشرب العسل مزيان ومن بعد نستقطرها. من بعد ما عسلتها واستقطرتها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا فكتجي شاربه العسل. وهذه هي النتيجه النهائيه اللي كنحصلوا عليها. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم. ومن هنا نبغي نقول لكم عواشركم مبروكه، ان شاء الله بكل ما كتمناو في حياتكم تحققوا كل الاماني ديالكم. وما تنساوش كيف ديما دعموني بلايك والاشتراك الا كنتم مشتركين في القناه وتفعيل خاصيه الجرس. وهنا نقول لكم الى اللقاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.